عمرك سألت نفسك ليه ممكن تتكلم في وسط ناس وتلاقيهم بيتجاهلوك تماما ومش مركزين معاك، بس لما حد تاني يفتح بقه القعدة كلها تسكت والكل بيسمع وكأنه بيقول حاجة من السما بالظبط؟ طب يا ترى ايه الفرق الحقيقي بينك وبينه فعلا؟ صدقني، الفرق مش في شكلك إطلاقا ولا في حتى في صوتك ولا في نبرتك. الفرق الحقيقي بينكم إنه عارف حاجة محدش علمها لك قبل كده، ولا في المدرسة ولا في الشغل. هو فاهم سر في فن التأثير، سر يخلي الناس تركز في كلامه وتسمعه بانبهار حتى لو بسيط. بس النهاردة في الفيديو ده أنا هقولك السر بالتفصيل، وهقولك على الحاجة اللي لو عرفتها كويس جدا عمرك ما هتتكلم في مكان وهيتجاهلوك، ولا تدخل اجتماع أو تقعد وسط ناس وتحس إن ملكش قيمة. في سر خطير، سر مش عادي، مش هتتعلمه لا في كتب ولا في كورسات ولا في تنمية بشرية. السر ده مخصص للناس اللي عايزة تتحكم في الكلام وفي العيون كمان وتسيطر على العقول. السؤال بقى دلوقتي، انت جاهز تعرف ولا هتفضل زي ناس صوتها بيطير في الهوا تماما؟ بص حواليك كده، عمرك شفت مدير أو قائد ضعيف؟ مستحيل، وإلا ما كانش قائد في الأساس. حتى لو مش أذكى واحد موجود، بس عارف يتكلم ويتحكم في الكلام. والنهاردة أنا هديك مفاتيح اللعبة دي، لعبة السيطرة الحقيقية على الكلام. بس خليك واخد بالك كويس من اللي هتسمعه، اللي هيغير حياتك ويخليك تعرف ازاي تفرض احترامك ويسمعوك غصب عنهم. أيوة، يلا نبدأ. أول سر، وده سر مشترك ما بين كل الناس اللي عندها هيبة، هم ما بيبدأوش الكلام بطريقة عادية أبدا، بيستخدموا أسلوب مختلف يخلي اللي قدامهم ينجذب ليهم فورا. والسر هو الصمت. أيوة، الصمت قبل ما تبدأ الكلام. لو بدأت كلامك على طول كده، ده بيبان توتر أو استعجال فيك، كأنك خايف تتكلم، كأنك خايف إن حد تاني يتكلم قبلك. بس الشخص المؤثر القوي الواثق بنفسه بيعمل العكس تماما، بياخد لحظة صمت، يسكت، يهدى، يسيطر قبل ما ينطق أي كلمة. اللحظة دي بالذات بتخلق ترقب رهيب وتركيز عالي جدا في عقل اللي بيسمعك وبيشوفك. زي القادة الكبار اللي قبل كل كلمة مهمة جدا بيسكتوا لحظة قصيرة بس تأثيرها كبير. تخيل معايا كده إنك بتتفرج على فيلم كله إثارة، بس قبل المفاجأة المشهد بيقف لحظة، الكل بيسكت تماما، التوتر بيزيد، وبعدين يحصل الحدث اللي الكل كان مستنيه. خدت بالك قبل كده من كلام القادة؟ عمرهم ما بيسرعوا في الكلام أبدا، دايما بياخدوا لحظة صمت قبل الجملة المهمة اللي جاية، وده بيخلي كلامهم يظهر أقوى وأعمق. لأن الصمت الذكي لما يتوظف صح ما بيبقاش ضعف، بالعكس تماما، ده بيكون أقوى علامة على السيطرة. جرب كده دلوقتي قبل ما تتكلم، خد لحظة صمت، مفيش أي داعي إنك تستعجل الكلام. خد نفس عميق، بص في العيون، خلي كل اللي موجودين مترقبين كلماتك اللي جاية. بس الصمت لوحده مش كفاية، لازم تستخدم كمان حاجة اسمها فتح الحلقات. العقل البشري كده ما بيحبش الفراغ ولا حاجة ناقصة. لو حد بدأ قصة مثيرة فجأة ووقف بدون نهاية، بتحس ان انت بتتضايق فورا وعايز تعرف ايه اللي حصل. زي لما تسمع اعلان في التلفزيون يقولك في سر هيغير حياتك تماما، وبعدين يقف فجأة ويقولك المرة اللي جاية.
أو إن أنت وأنت بتتابع مسلسل وتيجي آخر لحظة والحلقة تخلص فجأة على حاجة مهمة، علشان المخرج يخليك مستني تعرف إيه اللي هيحصل الحلقة اللي جاية، لأن العقل كده ما بيستحملش الفراغ وبيحب يكمل الصورة. المتحدثين الأقوياء جدا بيستخدموا الفكرة دي وبيشتغلوا عليها، وبيشتغلوا على الفضول، ما يقولوش كل حاجة وما يجاوبوش كل حاجة بسرعة أبدا، يسيبوا سؤال مفتوح يثير فضولك الأول ويخليك تسمع أكتر وتنتبه لكل كلمة. هقولك مثال عملي. تخيل تبدأ كلامك بجملة بسيطة جدا، جملة 90% من الناس بيقعوا فيها، تخليهم يبانوا ضعفاء. بعد الجملة دي ما تديش تفاصيل، سيبهم مستنيين الإجابة. الجملة دي لوحدها هتخلي اللي بيسمعك يقول إيه الغلطة؟ إزاي أتجنب الغلطة دي؟ إزاي أكون أفضل؟ زي مثلا لما الدكتور في آخر المحاضرة يقول في سؤال مهم ممكن يجي في الامتحان، اللي جاي تفضل مركز جدا بعدها. ليه؟ لأن الفضول مسكك من جواك ومش قادر يسيبك. يعني بدل ما تقول الإجابة فورا أجلها شوية، يعني وانت بتتكلم مع الناس ما تقولش الإجابة فورا، أجلها شوية. بس الشطارة بقى مش في الجذب بس، الشطارة في الاستمرار، إن انت تحافظ على تركيز اللي بيسمعك، يكون عاوز يسمعك أكتر. وده مش بس بكلامك أو محتواك، ده كمان بنبرتك. خدت بالك قبل كده ناس كلامهم عادي بس صوتهم ملفت، زي الإعلاميين الكبار اللي بيبدأوا بهدوء وبعدين يعلوا الصوت، يقصروا ويطولوا، يسكتوا لحظة وبعدين يكملوا. التنوع في النبرة والإيقاع في الصوت هو ده السر. المتحدث الذكي دايما صوته مش ثابت، بيتحكم في اللحظة وبيخلي اللي حواليه مشدودين ليه دايما ومستنيين كل كلمة. بيستخدموا وقفات معينة بين الجمل دايما علشان يبرزوا المهم. الكلام يبقى مشوق ومش متوقع أبدا، زي الخطيب الشاطر عارف إمتى يبطأ علشان يخلق توتر وإمتى يسرع الكلام. كل ده مقصود مش عشوائي أبدا، ده مدروس جدا. لما يحب يأكد على فكرة مهمة هتلاقيه بيبطأ شوية، هتلاقيه يسيب مسافة بين كل جملة واللي بعدها فورا، يوطي صوته فجأة ويرفع صوته تاني علشان يوصل المعنى بقوة، بيأكد على النقطة علشان يأثر فيك. ده تأثير الصوت وتحكم المتحدث. لسه دلوقتي هنتكلم عن العنصر المهم وهو لغة الجسد الساحرة. تخيل معايا كده حد بيتكلم بثقة بس ايده بتترعش وعينيه مش ثابتة، واقف جسمه منحني ولغته مش واثقة. لغة الجسد دي امتداد لكلامك تماما، ما تقفش متخشب ولا تتحرك بعشوائية. خد مساحة حواليك، استخدم ايديك باعتدال، بص للناس كويس في عيونهم بثبات من غير توتر. الناس ما بتسمعش صوتك بس، الناس كمان بتشوفك. لو كلامك حاجة وجسمك بيقول حاجة غير كده محدش هيصدقك. جسمك بيكشف نيتك. ما ينفعش أبدا كلامك يبقى مهزوز مليان تردد واضح، عبارات زي يعني فهمني. لكن الذكي فعلا هو اللي يعرف يسيب فراغ محسوب، بدل ما يتكلم لحظة صمت واحدة تبني هيبة كبيرة وتدي كلامك وزن وتخلي اللي حواليك يسمعوك باهتمام أكتر. خد نفس عميق، اسكت بثقة كده وبعدين كمل كلامك. ساعتها الناس تحس إنك عارف بتقول إيه وتعرف إنك مسيطر أكتر. وأكيد دلوقتي بتسأل إزاي أطبق ده؟ فين الخطوات العملية؟ إيه اللي أبدأ بيه علشان أكون مؤثر وأفرض حضوري فعلا؟ بص، في تمرين بسيط وسهل جدا بس تأثيره عميق.
أول مرة تتكلم فيها مع الناس جرب تعمل كده. أولاً ابدأ بصمت ثانيتين بس كده قبل أول كلمة، دي لحظة هيبة بتجذب الانتباه فوراً. ثانياً ما تبدأش عادي، ابدأ بجملة غير متوقعة أو سؤال يثير الفضول فوراً. يعني مثلاً تقول تفتكر في تصرف صغير جداً ممكن يغير نظرة الناس؟ أو تقول عارف إنك ممكن تكون بتضعف هيبتك يومياً من غير ما تحس؟ جمل زي دي بتحبس انتباه اللي قدامك من أول لحظة، وهنا تقدر تكمل بصوت واثق وهادي وتبني على كده. ثالثاً خليك واثق، لغة جسمك أساسية، اقف ثابت وهادي، ما تتحركش كتير بس كمان ما تتخشبش مكانك أبداً. خد مساحة بسيطة، استخدم إيديك باعتدال، بص في العيون، الناس بتشوفك وبتشوف ثقتك من طريقة وقفتك. رابعاً نبرة الصوت، دي أهم أداة توصل بيها إحساسك. ما تتكلمش أبداً بنفس النبرة دايماً، ده بيخلي الكلام يبان ممل وضعيف. لو في فكرة مهمة قوي عاوز توصلها غير نبرتك، ارفع صوتك شوية. لو عايز تشويق بطأ كلامك لحظة، لو عايز حماس زود السرعة شوية. خلي كلامك متنوع، الصوت بيتغير حسب الرسالة بالظبط، وبكده هتشد انتباه الناس ليك. خامساً امسح التردد، كلمات زي كلمات دي بتضعفك وتكسر الهيبة فوراً وتخلي الناس تهرب. استبدلها بصمت ذكي واعي يخلي الناس تركز. الصمت مش ضعف، الصمت هو سلاح لو استخدمته صح. جربه حالاً بنفسك وشوف الفرق بإيدك، هتحس بتحكم وثقة. مش لازم تكرر علشان تلفت الانتباه، الهيبة في الأسلوب. لما تتكلم بثقة وتنطق كل كلمة وكأنها الأهم في الكون، هنا الناس تسمعك وتديك كامل التركيز وتعرف إنك مختلف. بس استنى شوية، في نقطة مهمة محدش بيقولها غالبا. الهيبة مش كلام، الهيبة مش صوت، الهيبة مش حركة. الهيبة ببساطة جدا هي إنك تعرف إمتى تتكلم. وليه الهيبة الحقيقية تبدأ لما تكون واثق في قيمة كل كلمة أنت بتقولها. وتأكد دايما كده، مش كل الناس تتكلم وتتسمع، لكن القوي فعلا هو اللي لما يتكلم الناس تسكت. في ناس فاكرة إن التأثير محتاج كلام كتير جدا أو مصطلحات صعبة أو صوت عالي علشان الناس تركز، بس الحقيقة مختلفة. الحقيقة في البساطة وفي الطريقة. الكلمات مش كفاية، القوة في الاستخدام، في إحساس الجملة. نفس الجملة تتغير لو قالها شخص واثق وثابت ومركز، ولو نفس الجملة قالها شخص متردد تبان عادية جدا. المفتاح في الأساس، المفتاح في الرسالة قبل حتى الكلام. اتصرف كأن عندك مهمة قوية عاوز توصلها بصدق، الناس تحس بيك حتى لو ساكت. الهيبة تبدأ قبلك. عمرك لاحظت كده إن المتحدث الشاطر دايما بيشد انتباه الناس حتى لو بيحكي عن موضوع بسيط، يخليه شكله مثير؟ ليه؟ لأنه واثق، عارف إزاي يتحكم في القعدة وفي الكلام. الناس بتحس بثقته وتحب تسمع له أكتر حتى بدون ما يطلب، لأن الأسلوب بيعكس قوة داخلية حقيقية، مش تمثيل ولا تصنع. زي مثلا كده لما تسمع حد بيتكلم ببساطة في موضوع زي مثلا أي موضوع بسيط، بس تلاقي نفسك مشدود جدا للكلام، مش عشان الموضوع لكن علشان الأسلوب، الطريقة اللي بيتكلم بيها بثقة.
الناس الشاطرة دي مش بس بتحكي، هي بتركز ازاي تقول الجملة، ازاي تتحكم في نبرة صوتها تماما. علشان كده اسمعني، لو عاوز تأثير يبقى عندك أسلوب، اتدرب كتير جدا. خلي المهارات دي جزء من شخصيتك، خلي الهيبة عادة، خلي الثقة طبع، خلي الكلام محسوب. ولما تعمل كده هتشوف بنظرك نظرة الناس بتتغير ازاي. هتلاحظ فجأة كده ان تأثيرك زاد، هيبتك بقت واضحة، كل حركة منك، كل كلمة بقت محسوبة. هتلاقي نفسك دلوقتي الناس بتسمع لك باحترام، لأنك بجد بقيت نسخة أقوى منك، نسخة مؤثرة فعلا. ودلوقتي اسمعني كويس، جرب الأساليب دي بشكل عملي دلوقتي، ما تضيعش وقت النهاردة، ابدأ فورا. جرب في أول كلامك، راقب كل تفصيلة، ردود أفعالك، كمان نظرة عيون الناس ليك. هتحس باختلاف واضح لما تلتزم بالقواعد دي. دي لعبة السيطرة. دلوقتي انت عرفت سر مش معروف، سر قليل جدا اللي بيعرفه. ليه بعض الناس أول ما يتكلموا الكل يسكت فورا؟ ليه ناس معينة صوتها يفرض احترام من أول كلمة؟ الموضوع مش صدفة، الموضوع مش صدفة ولا حظ ولا موهبة، الموضوع علم ومهارة، في قواعد ثابتة، لعبة محتاجة تدريب مش بس ثقة. كل حركة محسوبة، كل صمت له معنى، كل نبرة بتأثر. استخدمهم كلهم بذكاء، وابدأ من النهاردة، خلي كلامك سلاح. لو فهمت القواعد دي هتلعب اللعبة دي وتتحكم في المكان، أي مكان تدخله تفرض احترامك فورا. بس خد بالك، الكلام ده مش مجرد كلام نظري، دي أسرار حقيقية، أسرار الهيبة، أسرار السيطرة بالكلام، أسرار بتغير نظرة الناس ليك تماما. السؤال الحقيقي بقى، هتستخدم اللي عرفته ولا هتفضل زيك زي باقي الناس؟ كلامك بيطير فجأة، عيون مش شايفاك، ناس مش سامعاك، وانت لسه مكانك. القرار دلوقتي عندك، يا تفرض احترامك يا تكون منسي دايما. اسمع الفيديو ده تاني من غير أي تردد، كل مرة هتفهم أكتر، كل مرة هتكتشف تفصيلة جديدة صغيرة هي اللي بتفرق ما بين شخص الناس بتسقف له وشخص بيتنسي بسرعة. اختار تبقى مين؟ يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.